يا صباح الجمال عليكم، كل عام وانتم بخير. احلى اخوات ليا في الدنيا. اتمنى ربي دايما تكونوا بخير، واتمنى رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. النهارده باذن الله هنعمل وصفه جميله جدا جدا اقتصاديه وسهله، مش هتاخد معاكي وقت خالص. هما بالظبط خالص تلت ساعه تسويه وعجن. تمام. وفي نفس الوقت هتلاقيها جميلة جدا كده بعد التراويح، كوباية شاي أو كوباية شاي بحليب أو نسكافيه. هتلاقيها جميلة جدا جدا بإذن الله. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تحفة والله. جميلة ومخدتش منا وقت خالص، ومش هتحتاجي أي مكونات برا البيت. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طعمها جميل جدا جدا جدا. يلا هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ. معايا كوبايتين من الدقيق منخولين كويس جدا، شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ومعايا معلقة من النشا. عايزة تستبعدي المعلقة بتاعة النشا دي مفيش أي مشكلة، بس بتدي للعجين هشاشة. خلطتهم كويس كده. مع البودر معانا ربع معلقة من البودر. حطيت دلوقتي في البولة بتاعتي المواد السائلة. بسم الله ما شاء الله. معانا نص كوباية من الحليب، عايزة تستبدليها بنص كوباية من المية مفيش أي مشكلة خالص. ومعايا ربع كوباية من السكر، أنا كان عندي سكر بودر فحطيته عشان يسهل معايا. حابة تحطي سكر خشن حطي، بس دوبيه شوية. تمام. ومعايا نص كوباية من الزيت عادي خالص. تمام. ومعايا رشة من الملح. دلوقتي بدأت أخلط الدقيق مع ربع معلقة من البودر، وبدأت أخلطهم. شايفين ما شاء الله ما خدش مننا وقت خالص في التقليب ولا في المكونات ولا في تحضير المكونات. جميل جدا جدا. هبدأ دلوقتي أشيل المعلقة وأبدأ أخلط بإيدي زي ما حضراتكم شايفين كده. ولو العجينة هيبقى جنبي معلقتين من الدقيق كمان، لو احتاجتهم ماشي، ما احتاجتهمش هحط نص معلقة بنص معلقة، لأن مش هتحتاج كتير. طبعا الأنواع دي بتختلف. ممكن يحتاج أو ممكن ما يحتاجش. تمام. العجينة ديت جميلة جدا جدا واقتصادية، وما خدتش والله مننا وقت خالص. في ثواني كنا عاملينها وخلاص ومسوينها. وكلناها بالهنا والشفا. هبدأ دلوقتي أشكل العجينة بتاعتي. عبارة عن كور كده بسيطة، واضغط ضغطة بسيطة كده في قلب السمسم. معايا نص كوباية من السمسم المتحمص. عايزة تعمليها بقى صوابع اعمليها، شكليها زي ما حضرتك عايزة شكليها. أتمنى رب لو وصلتوا معايا للنقطة دي في الفيديو ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم منا بإذن الله كل جديد. هنكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. شايفين ما خدش مننا أي حاجة خالص. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ودي الكمية كلها. كمية حلوة يعني مش بطالة، لو بدي تشتريها من المخبز هتقطع منك شيء وشويات. احنا عملناها في البيت بحاجة بسيطة جدا جدا. بالنسبة للتسوية هنحط الصاج في فرن على فرن متوسط على الشبكة. هياخد معانا تلت ساعة بالظبط إن شاء الله. لو احتاج بس حاجة بسيطة من الوش شواية مفيش أي مشكلة خالص. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا حبايب قلبي ما تنسوش تدعموا اختكم في الشير واللايك عشان الكل يستفاد بإذن الله. وكل عام وانتم بخير، واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله.